ننتقل إلى بيت جديد قاله إمامنا الجزري رحمه الله، وهو قوله: وواجب إن جاء قبل همزتي. وواجب هذا نوع ثاني من أنواع المدود، المد الواجب ويقال له المتصل. وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي. إذن أيها الإخوة، هذا نوع جديد من أنواع المدود، هو المد المتصل، وعرفه علماؤنا بقولهم: هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. سمي متصلا لوجود الحرف المد والهمزة كما قلنا وأسلفنا في الكلمة نفسها. الأصل في هذا المد ما ورد من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقرأ رجلا، فقرأ الرجل، يعني رجل من التابعين يتعلم على سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لم يمد صوته في الفقراء. سيدنا ابن مسعود لم تكن القواعد قد قعدت في زمنه وهو من الجيل الأول، لكن شعر بأن تلاوة هذا القارئ فيها خلل، فقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لعبد الله بن مسعود: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. مد صوته في الفقراء. الفقراء نحن شو بنسميه الآن؟ بنسميه مد متصل. لو كان أحد المدرسين في عصرنا وقرأ أمام واحد للفقراء شو بيقول له؟ إيتي بالمد المتصل. ابن مسعود ماذا قال؟ ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المد المتصل مد أساس، مد لا بد منه. حفص عن عاصم رواه لنا بمقدار 4 أو 5 حركات. أشرح هذا باستفاضة بعد الفاصل، فانتظرونا. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا قبل الفاصل عن المد المتصل، وقلنا بأنه هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. مثاله مثلا: وجاء ربك. وجاء، لاحظوا أن الألف بعدها همزة في الكلمة نفسها. سوء أعمالهم. سوء، هنا حرف الواو حرف مد وبعده همزة في الكلمة نفسها، إذا مد متصل. ومثلا: وجيء يومئذ بجهنم. نسأل الله العافية لنا ولكم. وجيء، جيء، ياء ساكنة قبلها مكسور يعني حرف مد وهمزة في الكلمة نفسها، فهذا أيضا مد متصل. ذكرت قبل الفاصل أن حفصا رحمه الله يمد المد المتصل إما 4 حركات يعني ضعف الطبيعي، أو 5 حركات يعني ضعف الطبيعي، يعني 2 و2 وحركة، حركتين وحركتين وحركة، صاروا 5. كيف يضبط هذا؟ يضبط يعني كما ذكرت لكم بالتلقي. لما نقول مثلا موسى، عيسى، موسى، كم حركة هذه موسى؟ 4 حركات. مو حركتين، سا حركتين، مجموعهم 4 حركات. فلما بقول مثلا من السماء ماء بقدر، مثلا من السماء ماء، فمددت كل منهما بمقدار موسى أو عيسى 4 حركات. إذا بدي مد 5 حركات، وهو صحيح من كتاب التيسير للداني اللي هو أصل الشاطبية وهو الأدق. إذا بدكم الدقة تمام مد متصل 5 حركات، يعني 4 صحيح لكن ال5 أدق. 5 حركات معناتها حنطول شوي، مو كتير، شيء بسيط. حنقول هكذا: من السماء ماء بقدر. هي المقادير متقاربة، يعني بس فقط يشعر الإنسان أنه فعلا أتى ب5 حركات. هذا المقدار 5 حركات يسميه علماؤنا أحيانا فويق التوسط. إذا صار عندي كما مر معنا في دروسنا الأولى
في بحث المد قلنا مقادير المدود عند القراء: القصر حركتين، فويق القصر 3 حركات، التوسط 4 حركات، فويق التوسط 5 حركات، الطول 6 حركات. إذا حفص رحمه الله يمد المتصل فويق التوسط يعني 5 حركات، أو يمده بمقدار التوسط يعني 4 حركات. لماذا سمي مد واجب؟ لأن كل القراء رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدودا أكثر من الطبيعي. ما في قارئ أبدا روى لنا المتصل حركتين، لذلك سماه العلماء واجب، يعني واجب عليك أيها القارئ أن تمده، ما في أحد قصره. المنفصل الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة ورد قصره يعني حركتين يبقى طبيعي، يا أيها، ورد مده يا أيها، لكن المتصل ما في أحد قصره أبدا، كما قال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهنا أيها الإخوة؟ من هنا سمي المد واجب، يعني واجب تطويله عن الطبيعي، هذا معنى كلمة واجب. نرى ذلك على اللوحة التي تبين لنا ذلك. نرى اللوحة. قال إمامنا الجزري في البيت 71: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي. وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي. نرى على اللوحة المد السادس من المدود التي لا غنى لقارئ القرآن من معرفتها، وهو المد الواجب المتصل، هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو وجاءكم النذير. لاحظوا الألف جاء بعدها همزة في الكلمة نفسها. سوء العذاب أيضا جاء حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. سيء بهم حرف المد وهو الياء جاء بعده همزة في الكلمة نفسها. نرى على اللوحة ويقال له المد الواجب. لماذا؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء. أيضا نرى على اللوحة ويمد، يعني هذا المد المتصل في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركات. لكن انتبهوا إلى أمر أيها الإخوة، يعني شو معنات 4 أو 5 حركات؟ ما بيصير أنا عم بقرأ الآن في مجلس من المجالس، الآن عم بقرأ مر معي متصل أمده 4 حركات، بعد سطر سطرين مر معي متصل أمده 5 حركات، لا يصح. إذا في مجلس بدأت 4 حركات بدي أكمل المجلس كله 4 حركات، بدأت 5 حركات أكمل 5 حركات. انتبهنا؟ ما بيصير الواحد يعني ينط من 4 ل 5 ومن 5 ل 4، لا، مسكت 4 كمل 4 في ذلك المجلس. عم تصلي إمام أو عم تصلي لوحدك، مددت المتصل 4 كمل 4، مددت المتصل 5 كمل 5 إلى أن تنتهي هذه الركعة. فإن أتيت إلى ركعة جديدة، أتيت إلى تلاوة جديدة، فافعل فيها ما شئت، ولكن في المجلس الواحد التزم بالمقدار.